عن الأمور الآتية: لماذا لا تكون للمرأة ولاية النكاح؟ لماذا لا تستقل بالطلاق أو تشارك فيه؟ لماذا يجب عليها من الستر أكثر مما يجب على الرجل؟ لماذا لا تسافر إلا مع زوج وذي حرمة منها؟ لماذا لا تقاتل؟ لماذا لا تلي الولايات؟ لماذا كان في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ونحن إن شاء الله عن إذنكم باختصار يناسب الوقت نجيب على هذه الأسئلة. الجواب عن السؤال الأول: المرأة قد تكون لها الولاية في النكاح كالمالكة والمعتقة والموصاة، ويقول خليل بن إسحاق: ووكلت مالكة ومعتقة ووصية. أما ولايتها على نفسها فلم تكن لها استقلالا لا اهتضاما لها، ولكن لا تضع نفسها في موضع لا يليق بها استجابة لنداء غريزة أو جماح عاطفة، فليست ولاية الرجل عليها حقا له، وإنما هي حق عليه لها. ولذلك حرم الله أن تورث النساء كرها وأن يعضل، وكان على وليهن على ولي المرأة أن يجيب إذا دعت لكفء، وكان كفؤها أولى من الكفء الذي يدعو له الولي، وكان القاضي دائما يتدخل لصالحها في الموضوع. وأما الجواب عن السؤال الثاني فإن الطلاق معول هدم، لا يمكن أن يجعل في يد من يتأثر بالعاطفة أو يتسرع في التصرف، لذلك لم يمكن منه الرجل إلا في حالتين تمنعه منه: في إحداهما غريزة الزوجية، وفي الأخرى غريزة الأبوة. أما الأولى ففي الطهر الذي لم يمس فيه، وأما الثانية ففي الحمل الظاهر. وقبل الطلاق يأتي علاج الشقاق ببعث الحكمين اللذين أحدهما من أهلها ليتم التوازن بينهما. وقد عوضت المرأة عما فاتها من أهلية الطلاق بأن أكثر أسباب التطليق بالخيار لصالحها، كالإعسار بالصداق أو بالنفقة، وكالغيبة، وكالفقد، وكالعيب الطارئ بعد العقد، وكعتق المرء لأمة تحت العبد. أما الجواب عن السؤال الثالث فإن خلق المرأة مهيأ للإغراء أكثر من خلق الرجل، فوجب عليها من الستر ما يناسب ذلك، ولو فرض العكس لانعكس الحكم، كالمرد الفاتنين والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. أما الجواب عن السؤال الرابع فإن الأحكام تبنى على الأعم الأغلب، لذلك يفتح الباب للمصلحة ولو في جزئية لا تحققها، كنكاح الآيسة، وإن كان أصل النكاح إنما يكون بقصد النسل، ويسد الباب أمام المفسدة ولو في جزئية لا تؤدي إليها، كمنع الزنا بالآيسة، وإن كانت يتحقق منها عدم الولد، وحكمة تحريم الزنا إنما هي منع اختلاط النسب. إذا تمهد ذلك فالأغلب أن المرأة الخالية لا تتمكن من منع نفسها ممن يحاول الاعتداء على شرفها، فشرع هذا الحكم لكرامتها لا للمساس من حريتها. أما الجواب عن السؤال الخامس فإن خروج المرأة للقتال يعرضها للكشف إن قتلت وللهتك إن أسرت. ويعجبني هنا قول الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية العصوية: ومن ظن ممن يلاقي الحروب أن لا يصاب فقد ظن عجزا. هذا وإن تعين القتال بفجء العدو وجب على المرأة منه ما يجب على الرجل، كما يخرج بالنساء في الجيش الآمن يغيثن ويداوين، كما كان الحال عليه بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلم يغفل أصحاب المغازي والسير ما قامت به فاطمة عليه السلام، وعائشة أم المؤمنين، ونسيبة أم عمارة يوم أحد، وما قامت به صفية بنت عبد المطلب في حصار الأحزاب، وما قامت به أم سليم بنت ملحان يوم حنين. ولم يغفلوا قصة أختها أم حرام ووفاتها بقبرص غازية مع زوجها عبادة بن الصامت، استجابة من الله تعالى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها. أما الجواب عن السؤال السادس فإن أكثر الولايات في الإسلام تليها المرأة، تكون مشيرة موفقة كما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فرب موقف أنقذته بحسن نظرها، وتعلم كما كانت أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الصحابة والتابعين معلمات، وتفتي كما كن مفتيات، وتروي كما كن راويات. ومعلوم أن عائشة تعد بالبنصر إن لم نقل بالخنصر بين المكثرين من الصحابة من الحديث. ويعجبني قول الذهبي لما فرغ من الرجال في ميزان الاعتدال وترجم بذكر المجهولات والمبهمات قال: يا أمير المؤمنين: ولا أعلم فيهن من اتهمت ولا من تركها. فمعنى هذا أنه لم يدخل ضعف على حديث من رواية امرأة إلا من جهة إبهام اسمها أو جهالة عينها أو حالها. أما من جهة
العدالة أو الضبط فلا. لم يدخل ضعف على حديث روته امرأة من جهة عدم عدالتها وعدم ضبطها. قال هذا بعد أن ذكر زهاء 15,000 ترجمة من الرجال المجروحين. كما يعجبني كثرة ما يقول ابن الجزري في النشر: حدثتني الشيخة العالمة المسندة ست العرب في منزل أبيها بسفح قاسيون. أما الإمامة العظمى فتتطلب من الخصال الجسمية والنفسية ما لا يتوفر في الأعم الأغلب للمرأة، بالإضافة إلى